السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. دي قناتي وانا اسمي وردة، وحبيت اعرفكم بنفسي. انا قناتي شغالة بقالها سنتين 3 كده على اليوتيوب، بس طبعا مش شغالة ولا حد بيشوفها تماما. فيا ريت رجاء منكم ان انتوا تشوفوا قناتي وتكبروها زي اي قناة تانية. انا ليا صفحة على الفيس ظهرت فيها مرة، ومش ما حاولتش ان انا اشتغل عليها قوي، فيا ريت تساعدوني وتشجعوني ان انا اشتغل على اليوتيوب. النهارده عملنا غدا يا جماعه، غدا جميل جدا وسهل جدا جدا، و15 جنيه بس. ايوه انا بقول ب 15 جنيه علشان في ناس بيقولوا هو في 15 جنيه غدا في الايام دي. انا اللي بقول لكم في غدا ب 15 جنيه النهارده. على قدنا بنمشي وبنمشي حياتنا على قد ما بنقدر، وعلى قد حياتنا بنمشي. تمام يا جماعه؟ احنا كده تمام وزي الفل. انا بس هعرفكم هي ايه الغدا. يلا بينا نشوف. يا جماعه ده الغدا بتاعنا النهارده بسارية. بسارية. مالها البسارية؟ جميله جدا جدا والناس كلها بتحبها، ودي لها فيتامين غالي عاليه جدا جدا جدا، زي قولي معايا الجمبري والاستاكوزا والكلام ده افيد منه بكتير كتير كتير. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بطريقه ورده. احنا هننضف البسارية كده، هي بتطلع كلها اهي زي ما انتم شايفين اهي، كلها بتطلع كده، واحنا مش عايزين نعمل فيها اكتر من كده. تمام؟ احنا هنعمل كده، هنعمل كله اهو بالطريقه دي كده. تمام اهي، بس كده يا جماعه. ويلا نبينا نشوف هنعمل فيها ايه تحت الحوض. يلا بس عملناها كده زي ما انتم شايفين، نضفناها وخليناها زي الفل، نضيف فوائد جميله. عملناها ازاي؟ انا عندي دقه جايباها عاملاها في بيتي دي يا جماعه. الدقه ديت انا دايما مجهزاها في التلاجة على طول، دايما بحطها في التلاجة حاجه مستعجله او حاجه زي كده، فبنجيبها بقوم عاملاها. هبقى اوريها لكم برده في فيديو ان شاء الله، اعرفكم الدقه بتاعتي دي انا بعملها ازاي. بتبل انا بقى كده زي ما انتم شايفين كده، نخليها كلها كده. دي برضو خلطه انا عاملاها في البيت. ده العيش الناشف بتاع العيش الفينو، انا ما برموش، انا ما برميش اي حاجه خالص يا جماعه. ده العيش الناشف انا دايما بنشفه خالص، وبعمله في الكبه وبنخله، وبحط عليه كوبايه نشا وكوبايه دقيق، وببهره بكمون فلفل ملح شطه، اي بهارات انت عايزاها عندك حطها عليه، وبجهزه جدا وبعين عيناه في التلاجة لاي استخدام. فراخ فيجيتار بحط عليها فيجيتار، واشتغل عليه بالفيجيتار عادي بيشتغل معاكي وزي الفل. السمك اي سمك مقلي تعمليه بيه جميل برضو جدا. فاحنا هنعمل بيه البسارية الجميله بتاعتنا دي. بس احنا كده بنخلص عشان نحطها في الزيت. وعلى كده يا جماعه ممكن نحطها في الفرن على بنفس الطريقه دي، بس بنحطها في صينيه وتحطها في الفرن طبعا عشان توفير الزيت والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ممكن نحطها في الفرن وتبقى طريقه برضو جميله جدا وصحيه، بس انا ولادي مش بيحبوها غير مقليه زي السمك. يلا بينا نقلي كده. عملنا ايه؟ هنعمل شويه رز كده جنب الحاجه ديت، بس بطريقه جميله جدا جدا هتعجبكم. طريقتي انا بقى، ده اختراع مني انا اللي بعمله الحاجات ديت. عايزين تحطوا زيت ميكس كده، زيت على سمنه مفيش مشكله، عايزين تحطوا زيت بس زي انا بحب استخدم الزيت بالذات في الرز. وبعدين ننزل عليه بقى بايه؟ البصله، فصين ثوم، بصله وفصين ثوم بس. بس احنا بندبلها بس شويه كده. احنا خلصنا البصله اهي، دبلناها بس، ما عملناش فيها اكتر من احنا دبلناها بس كده. ننزل بقى ايه بالطماطم. احنا بقى ممكن نحط التوابل اللي احنا عايزينها. كده الطماطم بتاعتنا سبكت وبقت زي الفل كده زي ما انتم شايفين. تمام كده يا حبايب قلبي. نحط بقى احنا بقى ايه؟ معلقه صلصه، معلقتين صلصه. لو مش عايزه تحطيها عادي ده اختياري براحتك خالص. اللي بتستخدم بقى سكر في اي طبيخ زي يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. انا دايما بحط دايما سكر في اي طبيخ او اي حاجه بطماطم او اي حاجه ببصل عشان تبقى خفيفه كده. السكر اصلا بحبه جدا. تمام. التوابل بتاعتي بقى كمون
ده اختياري برضو، اللي عايز يحطه كاري، مرقه دجاج مفرومه، شويه فلفل، شويه كزبره، شويه ملح. حلو كده يا حبايب ماما. حلو يا سما. ماشي. نقلب شويه كده، تقليب ومستمر عشان التوابل وعشان كله يدخل في بعضه. نحط احنا بقى ايه بطاطس صلصه. الاكله دي اكله الحيره بتاعتي، لما ببقى حيرانه على الاكل دايما بقوم مفننه كده. احط بطاطسيه مكعبات زي ما انتم شايفين كده بالطريقه ديت، صغيره قوي مش كبيره. تمام كده. كل حاجه موجوده عندك في بيتك، مشي دنيتك ومشي حياتك على قد ما تقدري، يعني ايه ما توقفيش الدنيا. واحنا ستات مصريين وعارفين ان الحياه مش مستحمله اللي احنا فيه، كل واحده تمشي على قد ما تقدر كده. تمام. نحط احنا بقى ايه الرز. احنا غاسلينه كويس، غاسلين الرز كويس ومصفيينه زي ما انتم شايفين كده. ننزل بقى احنا عليه. حطينا الرز، نقلب بقى ونشوح بقى تشويحه حلوه كده. مفيش احسن من البساطه يا جماعه، البساطه ومشي حياتك كده. يعني احنا عارفين ان دايما ستات مصر الشاطرين ما فيش حاجه تقف عليها. انا قاعده حيرانه ومش عارفه هعمل غدا ايه للعيال، وقمت قايمه ادور ايه اللي عندي في البيت، الموجود لقيته. نعمل كده ولا نستنى ونقول مفيش اكل؟ لا، نمشي دنيتنا وناكل الموجود في بيتنا كده زي الفل كده. تمام. الرز بتاعنا جاهز، احلى طبق رز هتاكليه في حياتك. جربي الطريقه دي مش هتندمي ومش هتبطلي تعمليها لاولادك، لان اولادك هيطلبوها منك لوحدهم، دي هتطلب لوحدها يعني. بسم الله ما شاء الله. تمام كده. نغطي بقى الحله بتاعتنا الحلوه دي تستوي براحتها كده. احنا عملنا نقلي بقى احنا ايه البسارية الجميلة بتاعتنا دي، احلى بسارية تاكليها من ايد ام يوسف. عايزه اقول كلمتين لقناة شجعتني جدا ان انا اشتغل تاني زي الاول. انا فعلا كنت جالي احباط من القناة وقلت مش هشتغل تاني لانه بتغيب قوي على ما تشتغل وانا نفسيتي تعبت بجد. بس في قناة اتفرجت عليها بجد هي اللي ادتني طاقة ايجابية وخلتني اشتغلت، وقلت لا انا هبدأ من تاني وهقف على رجلي وان شاء الله هنجح بفضل ربنا وبفضلكم. اشتغلتي كده. نقول بسم الله تاني ونرجع نقلب بقى الايه البسارية الجميلة قوي. ويوسف تعب معايا برضو النهارده في الفيديو. يا ريت ما تضيعوش تعبنا، وتنزلوا لنا متابعات وتعملوا لايك واشتراك، يعني ايه شجعوا العيال كده عشان تعبوا معايا قوي. هما لو لقوا القناه اشتغلت والدنيا تمام هيشجعوا ان هما يصوروا كل يوم فيديو، مش هيحبطوا، مش هيجيلهم احباط زي ما هو. نعمل احنا بقى كل الكميه كده ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم الفيديو. كده احنا اخر حاجه بنحطها ده اخر مقلب. شوفوا الزيت يا جماعه، الزيت نضيف ازاي، ولا كأن كان قاريه فيه 4 مرات ولا 5. الزيت جميل ونضيف عشان انا حاطه الدقيق على الخلطه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها دي، حاطه عليها من بدري وسبتها تشرب منها قوي، ما حطيتش الدقيق عليه بسرعه.
عملنا السمك وعملنا الرز الجميل التحفه اللي انا وريته لكم ده. دقيقه واحده بس، انا عايزه اعرفكم ان السمكه شوفوا مستويه وجميله جدا جدا، طعمها حلو قوي، حلو قوي السمك. دوقي كده. بتقرمش. الفكره يا جماعه مش في اللي انا عملت سمك او ان انا عملت حاجه. انتوا طبعا عارفين وفاهمين كل حاجه بتعملوها في بيوتكم حلوه قوي وجميله قوي وتسلم ايديكم على كل حاجه. بس انا حبيت ان انا اعرفكم انا ماشيه ازاي، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات اذا كانت البساريه الجميله الحلوه دي عجبكم ولا لا، وهي كده تعجبكم ان شاء الله. والرز يستاهل لايك والله. بشكر القناه اللي شجعتني وحفزتني قوي بجد ان انا اشتغل تاني، هي قناه حمد ووفاء. ادوني طاقه ايجابيه جدا بعد ما كنت خلاص مش عايزه اشتغل خلاص، بس بجد اتفرجت عليهم ادوني طاقه ايجابيه جدا ان انا اشتغل وابدا من الاول، وان شاء الله هنجح بتشجيعكم ليا ووقفكم جنبي. وتشكروا جدا 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 على كل التعليقات وعلى كل المشاهدات اللي انتوا بتدوها لي. بشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.